السفارة قفلت أبوابها وكامل البعثة موجودين في القاهرة الآن؟ هو الحقيقة أن السلطة المختصة في جمهورية مصر العربية ارتأت في ضوء الحفاظ على سلامة وأمن أعضاء السفارة. أيوة يا فندم. والمكاتب الفنية كلها اللي هي المكتب التجاري تمام، والثقافي والطبي والإعلامي والعسكري وغير ذلك، ارتأت إغلاق السفارة والكامل المكاتب الفنية. وبالفعل عدنا لأرض الوطن صباح اليوم 23 فبراير الجاري في هذا الشأن، لأنه طبعا هذا القرار اتخذ بشكل يعني قوي، وده بيبين ان في يعني تحرك الآن نشط للدبلوماسية المصرية، مش كرد فعل الأحداث ولكن أيضا في التعامل بجدية مع الأحداث، وفي إطار الحفاظ على أمن وسلامة الأعضاء وأيضا الأمن القومي المصري والمصالح القومية في اليمن. هل تهديد يخص المصريين ولا بنتكلم عن وضع الأجانب بشكل عام في اليمن حاليا؟ يعني على وضع الأجانب بشكل عام في اليمن. الوضع بالنسبة للسفارة يعني وبالنسبة أو الجالية بشكل عام، الجالية المصرية في اليمن وضعها مختلف عن جاليات أخرى. بنتكلم المصريين في اليمن عندهم قد إيه؟ حضرتك هم دلوقتي حوالي 10,000 ما بين في صنعاء العاصمة وفي الحديدة وفي عدن وفي بعض المدن الأخرى. لكن ميزة الجالية اليمنية المصرية في اليمن عن غيرها من المدن الأخرى ان الجاليه المصريه تعتبر جزء من النسيج الاجتماعي في اليمن، بمعنى ان هم على مدى العقود الماضيه خاصه منذ الستينيات استقر وفي المصريون المقيمين هناك واصبحوا جزء من النسيج الاجتماعي، اما من خلال الزواج او المصاهره او ما شاكل ذلك. ولكن يعني هذا بيختلف مثلا عن دول متاخمه زي الجاليه المصريه في السعوديه او غير ذلك، تبقى كلها معظمها يعني عماله او مغتربين، وبالتالي الوضع مختلف. هم جزء من المجتمع اساسا، عدد كبير من الاساتذه ما زالوا موجودين، فما فيش مشاكل بالنسبه لهم قوي يعني. لا ما فيش مشاكل حضرتك، بالظبط كده. اساتذه حتى في مناصب كويسه في المستشفيات، في ناس حتى في وظائف عليا في الحكومه، وبالتالي ما عندهمش مشاكل. لكن يعني افهم من حضرتك انه ما ينفعش نقيس مثلا الوضع في اليمن بالوضع في ليبيا ونطالب باجلاء المصريين او عودتهم من هناك، ان في خطوره على حياتهم يعني. لا يا فندم، ليس هناك شيء من هذا القبيل، ولكن في نفس الوقت من يريد ان يعود فمصر الطيران ما زالت بتعمل. بس هيرجع ازاي والتنسيق ازاي بقى يعني التنسيق كامل، يعني في اجراءات معينه بنبلغها. احنا انا عامل معاهم واتساب، في اتصال مباشر بشكل دوري ويومي، لو في اي اتصال من خلاله او اتصال بمصر الطيران، الاجراءات سهله جدا في التسفير، سيما ان مفيش تاشيرات خروج او في تاشيرات دخول او شيء من هذا القبيل. يعني الوضع بالنسبه لهم ميسر. تمام يا فندم. أنا بشكرك معالي السفير يوسف الشرقاوي، سفيرنا باليمن الموجود حاليا في القاهرة بعد قرار عودتهم نظرا للأوضاع المتدهورة في اليمن أمنيا وسياسيا. نرجع للخبر الأول، وطبعا لأهميته محتاجين نفهم الحكومة إزاي بتستعد للمؤتمر الاقتصادي اللي سواء